دماغي، يا صداع، جسمي همدان، جسمي مكسر، عظمي مكسر، عايز اروح الامرجنسي. مش اول ما تحس بشويه صداع في راسك او مثلا جسمك مكسر تجري وتطير بعضك على الامرجنسي. صدقني يا صاحبي الموضوع هنا مختلف تماما. مش هم وحشين ولا مش هيقوموا معاك بالواجب، لا، ده انت هتروح المستشفى وهيعالجوك ويشيلوك ويهننوك ويدلعوك ملائكة الرحمة من كل مكان. بص، مش هينقصوك حاجة خالص. بس بص يا صاحبي، هتيجي بعد كده بشويه يجي لك موظفه حلوه كده او موظف حلو كتكوت جميل امور، هيقول لك انا عايز المعلومات بتاعتك وعايز يعبي بياناتك والسوشيال سيكيورتي والدنيا وتك تك تك وياخد معلوماتك. تمام. وانت وطالع هتعوز تدفع الحساب، تقول له طب انا عايز ادفع الفلوس كده كام علي؟ يقول لك لا لا لا، انت لسه تعبان وجسمك اصفر ومهسك، واو، لا لا لا، روح وارتاح في البيت. تمشي على البيت يا معلم وتستنى طبعا شويتين كده، تقول والله الجماعه دول ما قصروش معي شويتين، يجيك البل على البيت، تلقى المفاجآت. بريد تلاقي 3000 4000 ويكون شويه صداع او غرزتين في صباعك او في رجلك او في بطنك، حاجه تافهه جدا يعني. طبعا انت تتذهل وتقول ازاي يا عمي حصل الكلام دي؟ 3000 مين و4000 مين؟ والله زي ما احكي لك الكلام ده عدى علينا وشفناه. طبعا انت هتقول لا ده الناس دي مش عارف مين وتطنش ودي، يتصلوا عليك مره واثنين وثلاثه عشان يطالبوك بالفلوس. طبعا انت هتطنش ومش هتسال فيهم وتقول يا عمي خلي مولي. ورديت في يوم من الايام ورديت على التليفون وقلت لهم انا علي كذا كذا. ايه عليك يا عم؟ انت ما دافعش ليه؟ طب مش هتدفع الفلوس وتعنجر كده وتشم نفسك تقول لا انا مش هدفع واعلى في خيركم اركبوه. هيقول لك لا احنا ما عندناش خيل، ده الخيل ده عندكم انتوا. لا انا ما اضحك معاك، ده كمثال يعني. هيقول لك اوكي ما تدفعش، هتبص شويتين تلاقي الفلوس راحه، تعالي كريدت وما ادراك ما الكريدت. فالنصيحه مني انه مش لو راسك وجعتك او حسيت بصداع او حسيت نفسك تعبان او جسمك همدان تجري على الطوارئ وتطير. لا، الطوارئ اتعملت في الضروره القصوى، لان زي ما قلت لك يا صاحبي هتدفع ثمن غالي وثمن كبير جدا، خصوصا طبعا الناس اللي ما عندهاش تامين او انشورنس والكلام دي. فبص، نصيحه مني ما تلجاش للطوارئ الا لا قدر الله لو حاجه صعبه، صح يعني. انا بحكي لك الكلام دي عن ثقه وعن خبره. وما تنسانيش في اللايك والشير عشان الفايده تعم على الغير. واوعى تروح للامرجنسي الا في الضروره القصوى، لان الاسعار في امريكا غاليه نار 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 يا حبيبي نار. هتروح زي ما قلت لك هيستقبلوك، مش هيقصروا معاك وهيعملوا معاك الواجب وزياده. بس انت وطالع هتعوز تسال على الثمن، مش هيقولوا لك. هتروح البيت هيجيك البل على البيت، هتشوف الصدمه والطامه الكبرى. مش هتدفع وهتنفض، هيرنوا عليك مره واثنين وثلاثه وعشره، بعدين يزهقوا منك، هوب يروح محولها لك على كريدت. وما تنسانيش لايك والشير عشان الفايده تعم للغير.